اسمعوا على رسول الله. اولا بسم بيت الحليمي نشكره الردع عامه واهل الحفره خاصه، وايضا احنا معجبين بموقفهم اهل الحفره وتكاتفهم وتوحيدهم وصفهم يا رجال في القضيه هذا او في غيرها، واحنا يشرفنا مع هذا الرجال وهذا الناس. احنا عارفين وداري ان انتم معانين من القضيه هذه، وان القضيه هذه دي تسببت في استشهاد حسن الحليمي دي كان وسيط، وهي معترفها الدوله ومعترفها القبيله بالكلام هذا، انه سببها قضيه مسيسه وبيتاجروا بها ناس وبيحاولوا على اساس انهم يستغلوها ويستثمروها. احنا صاحبنا بفضل الله وباذن الله انه حيكون سبب في حسم القضيه كامله من والى. انتم مثل ما احنا معجبين بكم وبتوحيد كلمتكم وصفكم في القتله وفي الحرب وفي هذا، نشتي يكون موقفكم متوحد كلمتكم وصفكم في السلم والسد والصلاح. بالامور دي تشرفكم وتشرفنا كلنا. احنا جولي امس لا صنعاء وجلسنا احنا وناس من القياده ومن قياده المحافظه، بذلوا لي بنادق كانوا يسموهن الاسم دي يشتوهم. انا رفضتهم وقلت انا عاد اصبر اصحابي. احنا صاحبنا هذا قتل وهو وسيط، نشتي القضيه ذي قتل وهو وسط فيها قبل كل شيء ان القضيه، وايضا هذا موقف اهله انه موقفهم اني تصلح موقف الحفره وتحسم وتحل من جذورها سواء كانت لهم او عليهم. احنا معولين على اصحابنا واخوتنا اهل الجوف في جزء من القضيه، ومعولين عليكم في الجزء الثاني، والدوله قد احنا عليها كلنا في الموقف ذي. هو صح احنا ما عرضاش باي مجامله، ولا عن نرضى باي مثاجره، ولا عن نرضى باي استثمار في قضايا ودماء الناس، يكون من ما كان قريب ولا بعيد، صغير ولا كبير. انتم موقفكم موقف مشرف، لكن انا اشتي يكون موقفكم موقف مشرف وقت الحل ان انتم توحدوا صفكم وكلمتكم، ما هو شيء بعد هذا يطلع وهذا ينزل. انتم يهمكم ما قضيه مشرفه تشرفكم كلكم، الشوم اهلنا والجيد اهلكم كلكم وسلامتكم. اللهم اعلم. صلينا على النبي. ما قال الشيخ هو كلام كافي وافي، سمعت؟ واحنا بالنسبه لنا مثل ما قلت بداتها وحنا نختمها. طلبنا محاوسه الحفره واحنا صباري، سمعت؟ واحنا صباري مثل ما تصابر، بس ما نقول ابشروا، سمعت؟ واحنا صباري بحل كامل باذن الله. لزمانا سهرانا اخواننا القصران بالعدو ما هو فيكم ولا نقبل محجي، وغدا الكبار كلها بالحفره والمجابره هي وسلامتكم. حق المجابره اسمعوا اسمعوا يا رجال، ما جينا نتحدث على موقف يخلصه، والناس هم معونين عليك يا شيخ محمد ان تجد هذه قياده كبير، ولك الناس بعاد يعني خير والقراب هم لابد ان يكون لهم اكثر الاهتمام. الناس قصة ولا من كلامك على العين والراس مشرف، موقفنا واحد وهؤلاء في يداتك. موضوع العيال هذا هو لازم انا قاعد كلمتك يقول ارفع صوتك وان شاء الله يقول سنته دوله باعد. لا ما كلام الله باعد. نعم تم ولا ما تهتم؟ ما تهتم. وهذا الكلام بكم كنت قاعد تدور بنادق صباره لابد منه. انا ما قبلتهم امس لان انا اشتهي اسمع الناس ايش بيقولوا، اشتهيهم مصبر. الدولة مطلبنا من المحابس بس كذا واحنا صباري، فهمتني ولا ماشي؟ لانه لو انا صرت بالزيتون وانا ما ندري ايش في روس الناس او صلى انا واننا في موقف محرج. كلامك صح. احنا بالنسبه لنا عن ناخذ ونعطينا قد انا وكيلكم وانا لكم وعليكم. احنا عنهرب للدوله ما عنهرب شيء منها. من ما طلبتها الدوله حتدي لكم وجهي وانا وياه.
ومن ما هو بريء عن نخرجه، ومن ما بيتاجر عن فضحه وسلامته.